لو تذكروا الأسبوع الماضي طرحنا قضية في غاية الأهمية تتعلق بالمصريين العالقين في جنوب السودان بعد اندلاع ما يشبه الحرب الأهلية في ولاية جونجلي. كان في معسكر الأمم المتحدة لجأ ليه 12 مصري من العاملين في جنوب السودان، منهم 10 أعضاء البعثة الطبية وواحد من وزارة الري وواحد من شركة المقاولين العرب. لجأوا جميعا إلى معسكر الأمم المتحدة في مدينة بور بولاية جونجلي. استغاثوا من خلال CBC بالسلطات المصرية، فتحركت وزارة الخارجية على الفور تلبية للنداء اللي نقلناه على CBC، وبالفعل تم إجلاء هؤلاء المصريين، وزميلنا أحمد حسين أجرى معهم بعض اللقاءات وضعها في التقرير التالي. هذه البعثات كانت تعمل في جنوب السودان وفقا لاتفاقات تعاون مشترك بين البلدين وقعت بعد اعتراف مصر بدولة الجنوب، وسعيا من الحكومة المصرية إلى بناء علاقات وثيقة مع الدولة الغنية بموارد النفط. لكن بدايات الحرب المشتعلة هناك بين قوات الجيش النظامية ومتمردين يقودهم نائب الرئيس السابق ريك مشار، الذين استولوا على عدد من المدن الاستراتيجية، وهو ما زاد من صعوبة الإجلاء السريع للرعايا المصريين. حصل مشاكل في جوبا، وبعد كده مرة واحدة ضرب النار اشتغل في بانتيو، وساعتها ما عرفناش، مفيش طيران يشتغل، واتحبسنا هناك واضطرينا ان احنا نلجأ للأمم المتحدة، وفضلنا فترة هناك، يعني قعدنا يوم في الغابة، نايمين في الغابة، وبعد كده تاني يوم كلمنا السفير وهو كان على اتصال بينا، وتاني يوم قدرنا ان احنا نركب طيارة يعني تبع الأمم المتحدة ووصلنا لجوبا. فجأة اتحول الضرب عندنا، وبانتو دي خلال ساعتين اتسرقت كلها واتنهبت، وفضلنا يوم كامل بضرب النار من الساعة 6 مساء لحد 7 صباحا بالمدفعية والأرباجيه في كل الشوارع. صباحنا الصبح لقينا المحلات مسروقة والدنيا كلها مسروقة وفي ناس مقتولة كتير، فطلبنا من الشرطة ان هي تودينا، واخد بالك، الامريكان، بحيث ان احنا نقوم باي طياره نروح جوبا للصراحه بتاعتنا. الامور بعد كده اتطورت يوم 18 تقريبا بعد سقوط مدينه بور اللي في ولايه جونجلي في ايد قوات المعارضه اللي هو الدكتور ريك مشار. طبعا ريك بور دي مشكلتها ان هي مخزن للاسلحه والطيارات والدبابات وخلافه، فطبعا توقعنا ان طبعا المعارضه هتبتدي بقى تسلح نفسها وتبتدي تهاجم جوبا وتطوقها. الوضع لما اصبح خطر تم التنسيق مع رئيس قطاع الموارد المائيه بمعرفه وزير الري طبعا، والتنسيق مع سياده السفير في جوبا، فتم تخصيص رحله بان احنا نجلى من ملكال بعد ما حصل المشاكل اللي موجوده، وانتقلنا من ملكال الى جوبا امبارح. وتواصل الدول إجلاء رعاياها من جنوب السودان الذين يزيد عددهم عن 3000 عامل، ويستمر في ذات الوقت وصول العاملين المصريين على دفعات، ويتوقع أن تصل بعثة أخرى الأربعاء القادم.